صباح الفل، السلام عليكم. يا رب أكون في أسعد حال. النهارده بقى أنا كنت في السوق، فأنا كل ما بانزل وبالاقي توم باجيب كيلو، باجيب 2 على حسب بقى إيه الدنيا ماشية معايا وعلى حسب أنا شايلة قد إيه. تمام، فأنا النهارده جبت 2 كيلو توم، قُلت تعالوا بقى نعملهم مع بعض وأوريكم طريقتي في تخزينه، وكل واحد ليه طريقة، بس أنا باعتمد الطريقة دي على طول، وبصراحة بيقعد معايا من سنة لسنة وما بيجرالوش أي حاجة بنفس الريحة وبنفس القوة بتاعة ريحته، كأنِك لسه فارماه دلوقتي. فتعالوا دلوقتي، بس قبل ما نروح للي بيتفرج عليا لأول مرة ما تنساش تتابعني، ما تنساش تتابعني على اليوتيوب وعلى التيك توك على مطبخ سمر. تمام، يلا بقى نشوف هنعمله ازاي. ده شكل التوم بتاعي، انا جبته نضفته فصصته بالطريقه دي. طبعا كل واحد بقى بيفصصه زي ما هو عايز، بس انا بفصصه بالطريقه دي. بشيل منه العروش خالص، بشيل منه القشره اللي بره، بخليه بس على الطبقه اللي هي بتاعه التوم بس. تمام، بنضفه خالص بالشكل ده. تمام، زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. انا لقيت الفصوص بتاعته النهارده كبيره وحلوه، فقلت استغل الموقف واجيب 2 كيلو. طبعا ال2 كيلو هيعملوا الكميه دول بس، لانه بيتوزن بالعروش بتاعته. انا لقيته الحجم ده ب20، الاصغر الرفيع كان ب15 جنيه. تمام، فانا جبته ونضفته وخليته هو يشيل لي العروش خالص، لاني ما كنتش محتاجاه. انا كنت عامله معاكم فيديو قبل كده ازاي تعملي العروش او تشيلي العروش للسمك للبتنجان للحاجات دي، هتلاقوه عندي على الصفحه بتاعتي. ده بقى انا هفرم توم بس، انا مش محتاجه عروش تاني، خزنت عروش بما فيه الكفايه. فهاخد التوم بس. بصوا ما شاء الله فلوسه كلها كبيره بصراحه، وحلو وجميل جدا، يعني ما تعبنيش حتى في التنظيف. فانا فصصته كده، وتعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. في ناس بتشيله كده على فكره، في ناس بتحطه في كيس نايلون، تحطه في الفريزر وتطلع منه حبة حبة تفرمهم أول بأول. هو كل واحد بقى ليه دماغه، تقولك لأ هو كده يبقى فريش أكتر معايا وهيبقى ريحته أقوى. بس أنا بالطريقة اللي أنا بعملها بصراحة كأني لسه فرماه دلوقتي على طول، وسهلة على طول. خرج واخد اللي أنا عايزاه وأدخله تاني. فبصراحة بيبقى إيه، سهل عليا، لا بيفك ولا بيتكتل، ولا بيبقى كتلة واحدة كده، ولا ريحته بتروح، ولا بيبقى فيه أي حاجة بصراحة. يلا نشوف هنعمله ازاي. حطيته هنا بقى في الكبة بتاعتي، حطيت عليه معلقتين كبار من الملح، وحطيت عليه فنجان من الزيت. طب ليه الملح وليه الزيت؟ الملح مادة حافظة، هيحافظ لك عليه، ما يخليش فيه اي بكتيريا تنمو في الفريزر ولا في التخزين. تمام. الزيت بقى لما تيجي تطلعيه هتلاقيه تقطعي منه على طول، مش هتحتاجي ان انت تطلعيه وتستنيه لما يفك وترجعي تدخليه تاني. كتر فك وتجميده ده اكبر غلط، بيعمل نمو بكتيريا مش حلو خالص يعني. فاحنا هنعمله كده معلقتين كبار على الاتنين كيلو، معلقتين كبار ملح وفنجان زيت. وهتضربيه بقى الضربة اللي انت عايزاها، حبة خشن حبة ناعم، حبة زي ما انت عايزة، زي ما بتستعمليه اعمليه. ماشي. قلنا الملح مادة حافظة، في ناس كمان بتحط عليه معلقة سكر، بس انا ما بحبوش لانه بيكرمل بعد كده. لما تيجي تعمليه في تقلية او في حاجة بتلاقيه كرمل معاكي ولونه غير، فمش هنحط السكر. هما معلقتين ملح وفنجان زيت، زيت اكل عادي، زيت ذرة، زيت اكل، زيت تموين، اي زيت عندك اعملي بيه. واضربيه بقى الضربه اللي انت عايزاها، وتعالى اقولك ترصيه ازاي في الفريزر، بحيث ان انت تطلعي يا دوب تاخدي حته على طول، ما تحتاجيش ان هو يتفك ويبقى سهل معاكي. انا كده فرمت التوم بتاعي. انا بالنسبه لي كده الفرمه بتاعتي يعني حلوه قوي قوي كده، ناعمه، انا بحبها ناعمه، وفي نفس الوقت مش مهروسه، ما تحسوهاش ان هي مهروسه. بصوا، يكون فيها برضو التوم واضح، يعني ما تكونش اللي هي ناعمة لدرجة ان هي تبقى عاملة زي الكريمة كده، لا، يكون فيها شوية عشان يدي الزيوت بتاعة التوم ما تطرش، ما تعجنش، ما تروحش منه، فتفضل زي ما هي. فانا كده بقى بالنسبة لي زي الفل اوي. تعالوا بقى اقول لكم ازاي نخزنه في الفريزر، ايه افضل طريقة تخزين بحيث ان انت تطلعي تقطعي الحتة اللي انت عايزاها وتحطيه تاني زي ما هو، ما يجرالوش اي حاجة، ولا يأكسد معاكي، ولا يتحول للون برتقاني، ولا الكلام اللي بنسمعه ده. الملح الزيت هيخلولك كأنك لسه فرماه دلوقتي بالظبط. تمام، يلا نشوف هنعمله ازاي. انا لقيت اكياس التلاجة عندي كبيرة، اللي هي اكياس ال2 كيلو، فانا هقسمه بقى على 2. بصوا انا فردته ازاي، انا حطيته جوه الكيس وفردته بالمنظر ده، بحيث السمك بتاعه ما يعديش حاجة، يعني يبقى السمك بتاعه رفيع جدا بالمنظر ده. وهبدأ اطبقه بقى بحيث ان انا لما اجي اخرجه يا دوب تتقطع حتة بمنتهى السهولة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بالمنظر ده، شايفين الكيس هيبقى بالمنظر ده. تفتحيه هتاخدي اللي انت عايزاه، ده السمك بتاعه اهو، عشان يبقى كله سوا واحد، الكيس من ناحيتين يبقى سوا واحد.
ده السمك بتاعه. هتحطيهم بقى فوق بعض في الفريزر، تحطيهم بس في طبق علشان ما يتعوجش ويبقى حته اعلى من حته وحته ادخن من حته. ترصيهم في طبق فويل وتغطيهم بكيس او حاجه عشان ريحته ما تبقاش موجوده في الفريزر. هقول لكم برضو هنعمله ازاي، يعني هنكمل معاكم الفيديو، انا بس بقول لكم الخطوات اللي هتحصل بعد كده. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. الشكل ده انا ما لقيتش طبق اكبر من كده بصراحه، فهحطه بقى في الطبق ده. غلفيه بقى بكيس نايلون، نغلفه بستريتش، نغلفه باي حاجه، بس اهم حاجه حطيه كده تمام عشان ترصي اي حاجه فوقيه، وهو كمان ما يتوكش وما ياخدش مساحه معاكي في الفريزر. تمام بالشكل ده. لو الطريقه بقى عجبتكم، معلش انا مستعجله ما وريتكوش قوي بفرده في الاكياس ازاي علشان ولادي في درس. يلا ربنا ينجحهم كلهم وينجح يا رب يا رب 5 و6 ورابعة والناس اللي طالع عينيها دي. ما تنسوش يا جماعة المتابعة، اللي لسه بيتابعني أول مرة ما تنسوش الكومنت الحلو زيكم بدعوة حلوة منكم. ما تنسوش لايك، ما تنسوش شير، ما تنسوش تعرفوا أصحابكم بالصفحة اليوتيوب والتيك توك، عايزاكم معايا هناك. وكل سنة وانتم طيبين وبيتكم دايما عمران بالخير.